هل الاستقالة حل ولا هروب؟ ده اللي هنعرفه في موضوع حلقتنا النهاردة. معاكم نورهان حسن من بودكاست لما، البودكاست اللي هيسمعك من غير حكم. الو اهلا بحضرتك استاذ احمد، معاك نورهان HR. حضرتك اتقابلتي معانا في شركتنا وبكره ميعاد الانترفيو. اهلا بحضرتك. بجد انا الحمد لله، انا مش مصدق نفسي، دي اول فرصة ليا ودي الشركة اللي كنت بحلم بيها. اول يوم شغل طبعا لابس احلى هدوم، ابتسامته من الودن للودن، ولانه حلمه بدأ يتحقق. لكن اول ما بدأ يدخل الشركة ويقعد على مكتبه ممكن تخلص الورق ده بسرعة؟ احنا مش فاضيين للدلع بتاع الناس الجديدة ده، يلا انجز. حاضر. بعد اسبوع الحماس بدأ يقل، بدأ التوتر يزيد، كلمة جارحة من زميل على نظرة مش عاجباه بقى يحس انه مش مقبول، وفجأة قرر يمشي. قال ان المكان ده مش ليا. مساء الخير، معاك الHR منار. حضرتك اتقابلتي عندنا في شركتنا وبكرة هتيجي تستلم الشغل. اهلا بحضرتك. الشركة كانت اكبر، المكتب كان اشيك، المرتب كان اعلى. قال خلاص دي فرصتي الذهبية. لكن الإدارة، بصي يا أستاذ أحمد، احنا هنا بنمشي بقوانيننا وما بنتناقش، بننفذ وبس. ايه ده؟ انا جيت اتعلم واشارك، انا مش مجرد أداة. الايام بتعدي والاجتماعات كلها اوامر، مفيش نقاش، مفيش تقدير. لا، انا مش قادر اكمل، المكان ده خانقني، انا لازم امشي. وللمرة التانية من اول صدام مع الادارة كانت الاستقالة اسرع من اي محاولة للتأقلم او الفهم. صباح الخير أستاذ أحمد، معاك الHR هند. حضرتك اتقابلت في الانترفيو اللي عملته في شركتنا من يومين، ومستنيين بكرة حضرتك في الشركة عندنا. كويس، يمكن المرة دي ألاقي نفسي. الشركة دي شكلها مختلف، ناس ودودة والجو أخف، وحاسس بارتياح لأول مرة من زمان. صوت زميلته: شكلك لسه جديد معانا، اهلا وسهلا، هتعجبك شركتنا جدا وما تقلقش، كلنا هنا بنساعد بعض. مفهوم، اهلا بحضرتك، ان شاء الله خير. لكن بعد شهر رجع يحس نفس الشعور، ورجع نفس الاحساس انه مش مبسوط ومش لاقي نفسه. كل يوم رايح راجع وهو مش فاهم هو عايز ايه اصلا. وبعدها فهم ان يمكن المشكلة مش في شركة ولا في مدير ولا في زميل، يمكن المشكلة فينا، في توقعاتنا، في استعدادنا ان احنا نتحمل ونتعلم بدل ما نهرب من اول صدام. ومش معنى كده انا بقولك انك تيجي على نفسك، لا، كلنا مرينا علينا بالتجارب دي، خصوصا بعد ما اتخرجنا فضلنا بننتقل من مكان لمكان لحد ما عرفنا المكان اللي يشبهنا واللي احنا مبسوطين فيه. وده الطبيعي، ان في بداية حياتي هتنقل
لحد ما الاقي المكان اللي يقدرني. لكن في كل فترة بنتقل فيها لازم ادي فرصة ليا وللمكان، لان الطبيعي حتى لو المكان في الوقت الحالي مش مناسب ليا، لكن هيديني قوة، هيعلمني، هيطورني، هيفهمني اكتر الناس اللي حواليا، هيعلي عندي السوفت سكيلز. لكن ان انا لو مشيت على طول من اول صدام، انا مش هقدر اتعلم اي حاجة. الحياة مش بتديك نسخة كاملة من اول مرة، لكن مش معنى كلامي برضو انك تخليك في مكان مش بيقدرك او يحترمك. خلي بالك، اللي عاوزة اوصله ليك ان القبول مش معناه انك هتلاقي راحة مطلقة. اوقات لازم نتعلم ان احنا نستحمل، نعدي ونواجه. وده لو احنا عاوزين نبدأ نكون شخصيتنا في سوق العمل، بدل ما نهرب من اول مشكلة، لان الاستقالة مش دايما بداية جديدة، ساعات بتكون هروب من نفسنا. فقبل ما تاخد خطوة الاستقالة، فكر هل فعلا المشكلة في المكان ولا المشكلة فيك؟ كانت معاكم نورهان حسن من بودكاست لما، وحابة أسمع رأيكم في الكومنتات. باي باي.